بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايب قلب أم أنوس، فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخي. يلا بينا هنعرف ازاي النهاردة نخزن الملوخية الخضراء. يلا بينا. قبل ما اطلع ما تنساش تدعميني بلايك وسبسكرايب. النهاردة يا حبايبي هعمل ازاي اخزن الملوخية الخضراء وهي في اواخر موسمها. طبعا دلوقتي بتبقى في ملوخية صيف شتاء بتبقى موجودة، بس طبعا مش زي ملوخية الصيف. الشتاء بتبقى ملوخية صوب، والورقة بتاعتها بتبقى رفيعة مش عريضة زي الملوخية اللي احنا متعودين عليها البلد بمعنى الأصح. تمام. أنا جبت كيلو ملوخية او كيلو ونص، قرطفتها ونضفتها وخرطتها، وهقولك ازاي تخزنيها. تمام. زي ما انت شايفه انا مخرطاها ومجهزاها، ومع كل كيلو ملوخيه كوبايه ونص شوربه. تمام. يلا بينا نكيل الشوربه ونبدا خطوات الملوخيه. يلا بينا. اهو يا حبيبتي مج شوربه زي ما قلتلك. الكيلو ليه كوبايه ونص، ما تضيفيش عليها اي حاجه، هي الشوربه بتاعتك اللي محوجاها اهو كده. مج ونص شوربه تمام للكيلو ونص. تمام. احطها على النار تغلي. يلا بينا. ودلوقتي يا حبايبي الشوربه بتاعتي بتغلي زي ما انت شايفه. تمام اهي. ابدا اروح نازله الملوخيه بتاعتي اهو. تمام. لسه باقي حبه. واقلب اقلب. طبعا هي تقيله زي ما انا قلت لك لان ديتي هتفرزيها. تمام. اقلب وبعد كده اروح طفي عليها النار واسيبها لما تبرد واروح حطها في اكياس. تمام. ما تنساش تدعميني بلايك وسبسكرايب. ويلا بينا نفرز الملوخيه. ورجعت لكم يا حبايب قلبي. زي ما انت شايفه الملوخيه تقيله قوي معايا. هو ده المطلوب، لازم ده قوامها. قوام التخزين لازم يكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. اديني مجهزه كيس في قلب كوبايه عشان ابدا اعرف امسك الكيس كويس. تمام. واروح حاطه كده. شايفه تقيله ازاي؟ كمل برضو في الكيس بحيث ان الكيس يبقى معاكي طبخه لو كنت عندك عزومه او كده. ولو كنت مثلا اسره متوسطه او صغيره فطبعا انت ادرى بالبيت اللي انت فيه او بالاسره اللي انت فيها. اهو يا حبيبتي. تمام. وده بيكون قوامها. شايفه ده قوام الملوخيه اللي بتخزنيها. فاهماني؟ اهو زي ما انت شايفه. تفرزيها تقعد معاكي سنة 6 شهور براحتك، المدة اللي انت عايزاها، ووقت ما تحبي تخرجيها تخرجيها. ماشي يا حبيبتي. ما تنساش تدعميني بلايك وسبسكرايب. ام انوس.